يا اخويا برد عطشان برد نقول ماتش الماتش يتعاد يا اخويا برد عطشان برد. يا جماعه دلوقتي احنا في اعلى نقطه في مدينه طنجه في مكان اسمه القصبه. الفكره في المكان ده ان هو بيطل على 3 حاجات: المحيط الاطلسي والبحر الابيض المتوسط وكمان ميناء طنجه، فعشان كده هو مشهور. فهنا قرب شويه، ايوه هنا ده المحيط الاطلسي، والناحيه الثانيه كمان باين اسبانيا، معرفش باينه لكم في الكاميرا ولا لا، وهنا مضيق جبل طارق، والناحيه ديت ايه البحر الابيض المتوسط والمغرب. فعشان كده المكان هنا يعتبر من احلى واشهر الاماكن اللي موجوده في مدينه طنجه في شمال المغرب. سؤال لاخواتنا في المغرب، هي مدينة اغادير دي تبع السودان ولا تبع المغرب؟ وكم درجة الحرارة فيها الان؟ لعيبة منتخب مصر قالعين ملط على البحر وبيلعبوا بالكورة، احنا هنا ماشيين بالبطانية. ربنا يحفظكم. خرجوا بالزيرو كانوا يضحكوا علينا كي خرجنا مع نيجيريا، حنا على الاقل درنا شرف من انتوما، لو كان لعبت معاكم اللي تخرجكم 3 اهداف. يبقى احسن معسكر انا عشته في حياتي. بص يا جدعان، اللعيبه بقى بتلعب والله العظيم تاريخ كابتن. رايح فين بالعجله دي يا عم؟ لو سمحت يا كابتن ياسر، ممكن اتصور بس صورة؟ شكرا. بصوا يا جدعان، والله العظيم احسن باك رايت في افريقيا، احسن باك رايت في افريقيا جاب لي التيشيرت بتاعه. والله يا ابني انت بفرده عشان الناس تشوف. يا حبيب قلبي يا احمد يا عين. دلوقتي يا جدعان احنا داخلين الفندق عشان ندور على قلم، عشان يكتب لي اسمه على التيشيرت، وهتكتب بقلم جاف. بس عايزين قلم عشان نكتب. طب خد صورني يا احمد، صورني، الفيديو شغال. تعالى هنا. سيبي بس صورني اهو. علم المغرب وصاحب الكلام. هنا جنب ده عشان يعرفوا ان مصر مصر والمغرب ايد واحده. انتوا واقفين في النهايه مصر. لا في النهايه يا جدعان اديتني علم مصر، تسلم ايدك والله، مغربيه هي، عشان تعرفوا ان مصر والمغرب ايد واحده. شكرا. اقسم بالله مثال مشرف لمصر، والله العظيم مثال مشرف لمصر. ده هنا بيسخنوا انا هطلع من هنا بقى خلاص. بيسخنوا الباص بتاع المنتخب عشان يسافروا طنجة باشا. الباص ده باشا وشه حلو علينا. ده بقى الايه، البحر الابيض المتوسط، مش البحر الاحمر، عشان انا كنت فاكر ده البحر الاحمر. بص الدنيا. حبيبي يا خالي يا محتار. ايه ده، الناس بتركب اللي هي التزحلق على الامواج والله. دلوقتي يا جدعان ده الفندق اللي منتخب مصر، لا ما ينفعش اقول، خلاص ده الفندق اللي منتخب مصر عاوزين يشتروه ان شاء الله، عشان هو عاجبهم، عشان هم ايه بيحبوا البحر.